اللي بتشوفه ده مداهمة لمصنع كاراتيه أطفال وسناكس بتاع الأطفال اللي بيبقى فيه كتير الرخيص واللي بيتباع منه ساعات فرط في الأسواق. شوفوا البلاوي اللي بتحصل في المصانع اللي تحت السلم، البلاوي اللي بتحصل في المصانع اللي ما عليهاش رقابة. انتوا متخيلين المناظر عاملة ازاي؟ مفيش أصلا حاجة اسمها نظافة، تحس إن هي زريبة زريبة بجد، وكأن الأكل ده بيروح لبهايم مش لأطفال. يا جماعة ما تشتروش لأطفالكم أي كاراتيه أو سناكس أو أي حاجة من مصادر مجهوله، اي حاجه غير معروف اسمها، غير معروف شركتها الطبيعيه. ادي المنظر اللي بيطلع لك في النهايه، كيس كاراتسيمبا شكل الكيس حلو ومطبوع بشكل حلو واللي جواه مرار طافح. والله العظيم يا جماعه الناس دي بتنتقم، هم اهم حاجه عندهم انهم يعبوا اكياس كتير، اكبر عدد ممكن من الكياس يعبوهم في اكبر عدد ممكن من الكراتين، يوزعوهم على اكبر عدد ممكن من السوبر ماركتات اللي بتحب تكسب او اللي ما بتبصش على حاجه شبه كده وما بتدققش فيها، وبيحطوا لهم فيها بقى هدايا وحاجات عبيطه عشان خاطر يبيعوا الهوا للاطفال متعبي في اكياس. ويا ريت هوا نضيف، ده سم، هوا مسموم، حاجات مسمومه، حاجات بيداس عليها بالجزم وهي بتتعبى. مفيش اي نظافه بتحصل في المكان. اديكوا شايفين المكان بعينيكوا شكله عامل ازاي. شيروا الفيديو ده لكل مكان عشان يوصل لاكبر عدد من الناس اللي عندهم اطفال، عشان ياخدوا بالهم بعد كده هم بياكلوا اطفالهم ايه.